في عاملين مهمين بيتحكموا في موضوع الليزر. اولا مقاس العيان، ثانيا سمك القرنيه. فكلمني على الاثنين دول، على الحاجتين دول. بالظبط. احنا اولا زي ما احنا قلنا في بالنسبه للمريض بيبقى في حدود لينا في المقاسات بتاعه المرضى. كل ما الاجهزه بتتقدم كل ما احنا نقدر نعمل العمليه في مقاسات اكبر شويه. تمام. لان هو الموضوع عباره عن معادله، مقاسات المريض قد ايه وسمك القرنيه قد ايه. فاحنا طبعا لازم يكون عندنا غير ان احنا عايزين نخلي المريض يشوف 6/6، لازم معامل الامان عندنا مهم جدا جدا. فلازم العمليه تتم ان احنا نوصل المريض لاحسن درجه رؤيه وفي نفس الوقت اعلى نسبه امان في العمليه. فلازم العاملين دول يتوفروا، وبناء عليهم احنا بنوافق ما بين بقى السمك والمقاسات بتاعه المريض. فانت هنا بتروح حاطط المريض. طب افرض المريض مقاساته اعلى من اعلى قياس لاعلى ليزك او اعلى ليزر، سمك القرنيه ما يسمحلوش. ده بيدخلنا بقى في فئه تانية من العمليات. زمان كان المريض ده كان خلاص نقول له شكرا، انت كده ما تنفعلكش عمليه تصحيح بالليزر، وكده احنا حكمنا عليك انت هتفضل لابس نظارتك مدى الحياه، او نعمل لك في حدود او لو ما عدينا الحدود ده اللي هم عدوا الحدود الطبيعيه بتاعه العمليات التصحيح بالليزر. الليزر ده احنا بنشتغل على قرنيه العين. طيب احنا دلوقتي خلاص مش هنقدر نلمس العين دي خالص، سمك القرنيه ضعيف، مقاسات المريض تتعدى الحد المسموح الامن بتاع عمليات التصحيح بالليزر. المريض ده كان قبل كده كنا نقول له شكرا، انت خلاص كده محكوم عليك تلبس النضاره ومش هتقدر ان انت تحقق حلمك ان انت تقلع النضاره. حصل بقى ان حديثا ظهرت تكنولوجيا جديده جدا، وهي زراعه العدسات داخل العين.